مورنينج، صباح الخير. سيداتي انساتي سادتي، مساء الخير. ايه رايكم؟ هسالكم سؤال، هل بتعجبكم يا ترى الاغاني بتاعه اليومين دول؟ بذمتكم فيها فايده؟ فيها هدف؟ فين الاغاني بتاعه زمان؟ فين ارخ الستاره اللي فرحنا؟ فين فيك 10 كوتشينه؟ الحاجات اللي تملى الودن. ولعل احسن واحد يكلمنا عن الاغاني الاديب الالمعي والناقد اللوزعي فؤاد المهندس. فؤاد المهندس مع عبد المنعم مدبولي وعمر عفيف. لا مؤاخذة يا فندم، يا فندم، لا مؤاخذة يا فندم. في ايه يا ولد يا عمر؟ واحد يا فندي اسمه صحفي. اسمه صحفي عاوز يقابل سيادتك. فيش مانع، خليه يتفضل. اتفضل يا استاذ صحفي. استاذ صحفي اتفضل. مساء الخير يا حضرة الناقد اللوزعي. اهلا وسهلا. اتفضل يا صحفي افندي، اتفضل اقعد. اتفضل. ميرسي قوي. اتفضل. انا يا فندم مندوب مجلة الآراء الصاروخية، وجاي اخد من سيادتك بعض الآراء الفنية. فيش مانع، اتفضل خد. اولا ايه رأي سيادة الناقد اللوزعي في اغاني اليومين دول؟ والله يا ابني، ايوه، مع الاسف الشديد اغاني اليومين دول كلها بكاء ونواح وعويل. وبالجملة فالاغنية العاطفية اصبحت مندبة غنائية، اي اغنية مندبية. طيب وايه اللي تراه سيادتك في الارتفاع بمستوى الاغاني؟ شوف يا ابني، أيوة. عشان نرتفع بمستوى الاغنية، ايوه، لازم اللي يكتب الاغنية يكتبها على مستوى عالي. طب ويكتبها ازاي المؤلف على مستوى عالي؟ يكتبها مثلا وهو قاعد في برج القاهرة فوق جبل المقطم، وتبقى ممتازة جدا لو قعد فوق طرطوفة مدنة. طيب وايه بقى اللي بتعيبه سيادتك على الاغاني؟ اهم عيب يا ابني في الاغاني انها مش واقعية. ايوه، ولا يمكن تصور الحقيقة. ازاي يا فندم؟ زي مثلا ايوه، حبيبي ساكن قصادي وبحبه. ده كلام مش معقول ابدا، ما بيحصلش ابدا. ازاي يا فندم؟ لان بقالي 6 اشهر دلوقتي بشاور للبت اللي قصادنا، ومش معبراني. كلام معقول برضه. طيب وايه كمان يا فندم؟ في كمان عيب كبير قوي في الاغاني. ايوه، خصوصا الاغاني اللي بتعالج الاسماء. وايه بقى الاغاني اللي بتعالج الاسماء؟ زي ايه دي؟ زي مثلا ايوه، يا حسن يا خولي، حماده حماده، ايوه، يا مصطفى يا مصطفى. طب ودول مالهم يا فندم؟ دي اسماء يا ابني ما يصحش تخش الاغاني. ايوه، لازم يا ابني يختاروا اسماء فيها قوة، فيها عنف، فيها رنين، فيها حماس. زي ايه مثلا يا فندم؟ زي مثلا يا ابو حنفي، يا دبشة. وما فيش مانع ابدا يقولوا مثلا يا فؤاد يا مهندس، يا عبد المنعم يا مدبولي. بس يا فندم مدبولي دي اسم ينفع يخش في اغنيه؟ جدا جدا. ممكن مثلا تقول يا واد يا مدبولي، يا كايد عزولي، يا اسمر يا سماره، يا ابو سنه لولي. ده حاجه عظيمه جدا. ثم حاجه تانية قوي مهمه خالص جدا. ايه هي يا فندم؟ طريقه الاداء. طريقه الاداء دي مالها بقى؟ زي مثلا في واحده مغنيه مثلا بتقول 1 2 1 2 انا وياك يا حبيبي العين. ايه ده؟ ايه في ايه ده يا فندم؟ لا في ايه ده يا فندم؟ لازم تقول 1 2. ايوه، 1 2. ايوه، 1 2. 1 2 1 2 1 2 1 2. قول معايا 1 2 1 2 1 2. شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين. 1 2. ادي الاداء. حاجه عاطفيه جدا يا فندم. طبعا.
طب وايه تاني كمان يا فندم؟ ثم في حاجة تانية مهمة جدا ما فيهاش معقولية. زي ايه يا فندم؟ زي مثلا، ايوه فكرني. ايوه يا فندم. نار يا حبيبي نار. مالها دي يا فندم؟ دي غنوه محبوبه جدا. وانا بحبها، في الواقع انا بحبها. ايوه بس مش قادر افهمها. ليه يا فندم؟ اقول لك. انا انت شخصيا لما يبقى في حريقة في بيتكم وايضا نار تعمل ايه؟ انده للمطاف. يبقى خلاص. خلاص. اه ما دام المطافي دلوقتي هي الجهة المختصة أيوة. بالحرائق، ايوه يبقى تقول كده اه نار يا مطافي نار. يا سلام. كلام معقول جدا يا فندم. طبعا. لانك لما تقول نار يا حبيبي مش هيجي حبيبك. لان حبيبك ده مش هيلبس طاسه أيوة. ويمسك خرطوم ميه أيوة. ويركب عربيه تقول تكلان تكلان تكلان. ده يا فندم رأي سليم جدا. طب وايه تاني بقى من اراء سيادتك؟ عندك مثلا كمان الاغاني المحرجه. وتطلع ايه بقى الاغاني المحرجه دي رخرة؟ الاغاني اللي فيها اسئله وملهاش رد. واذا رديت يبقى فيها احراج. زي ايه يا فندم مثلا؟ زي اللي بتقول مثلا مين قال لك تسكن في حارتنا؟ فيها ايه دي؟ لا، فيها إيه ازاي؟ ده سؤال برضو ينسأل. واحد ساكن في اوضه على قده. ايوه. ويمكن دافع فيها خلو رجل. خليك انت مطرح، خليك انت يا استاذ مطرح. ترد عليه تقول ايه؟ معرفش والله. لان فيها احراج. وعشان كده يستحسن يتعمل لها رد بالشكل ده مثلا. ازاي؟ مين قال لك تسكن في حارتنا؟ يبقى الرد سمسار عقارات حتتنا. اظن معقول. ده رد بليغ جدا يا فندم. ثم يجب ان تكتب الاغاني بلغه عربيه فصيحه بليغه واضحه تماما ومفهومه. ازاي بقى يا فندم؟ يعني مثلا كان يقدر يقول من اوزعك بالقبوع في قواعينا. اظن واضحه ومفهومه. هي مفهومه فعلا، بس يعني معناها ايه دي؟ ايوه معناها ايه؟ معناها بالظبط. أيوة. مين قال لك تسكن في حارتنا؟ دي معناها كده. من اوزعك يعني مين قال لك. اظن واضحه جدا. بالقبوع ايوه مشتقه من تقبع. ايوه اي تسكن في قواعينا. يا سلام. والقواعين هنا جمع قاعون. والقاعون جايه من قيع اي قاع، والقاع يعني حاره. اظن سهله. معقوله جدا والله. هو سهل، بس يعني الناس هيفهموا الكلام ده ازاي؟ بالمستفقع. نعم. الله، المستفقع. مستفقع؟ اللي هو المستبرج. المستبرج؟ سنتوابو. سنتوابو؟ الله، يعني ايه بقى سنتوابو؟ الله يعني المفسر. ايه المفسر ده بقى؟ يعني ما فيش مانع يقف جنب المغنيه من دول واحد مفسراتي. وكل ما تغني بيت يوقف التخت ويقول للناس يا جماعه الست قصدها كذا وكذا وكذا. يا سلام. طبعا. يا سلام. بقى ده رأي سيادتك. وبالطريقه دي يا ابني يا صحفي يا ابني ايوه تنتشر اللغه وتسري الثقافه بصوره وبائيه في مجتمع الاغاني. طب انا كنت عايز اسال سيادتك سؤال، لكن انا شايف سيادتك بتبص في الساعه. ده صحيح، لان في حاجه مهمه جدا هتتذاع في الراديو دلوقتي احب اسمعها. ايه يا ترى؟ حديث؟ لا ابدا. امال قصيده؟ لا ابدا. امال ايه؟ اغنيه. ايوه فيها كل الاوصاف المطلوبه في الاغنيه الهادفه. فيها اسلوب ومعاني والفاظ سليمه، ده غير انها مشحونه بالحماس والقوه والشجاعه والاقدام. وبالجمله وبالجمله يا استاذ انا بعتبرها الاغنيه المثاليه. وايه هي بقى الاغنيه المثاليه العظيمه دي؟ بيني وبينك كلام وش وصله لامك يا عبده. هايل يا باشمهندس، هايل. اقفل على كده.